لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. وفاة الفنان المغربي محمد الرزين بعد صراع مع المرض. توفي اليوم الخميس الممثل محمد الرزين عن عمر يناهز 79 سنة حسب ما علم لدي أسرته، واعتبر الراحل من الممثلين المغاربة الذين بصموا على مسار فني متميز، حيث شارك في عدد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية، وبرزت موهبته في تشخيص مختلف الأدوار البسيطة منها والمركبة، كما إنه كان من أول الممثلين الذين خاضوا تجربة السينما في المغرب من خلال مشاركته في فيلم القنفذي لمخرجه نبيل لحوة عام 1978 والسراب 1979 لأحمد البوعاناني. وانخرط الراحل في أنشطة مجموعة من الفرق المسرحية من أبرزها القناع الصغير وفرقة المسرح الوطني محمد الخامس. وشارك محمد الرزين في حوالي 20 عملا سينمائيا وتلفزيونيا أجنبيا طورت بالمغرب، من بينهم شريط ألف ليلة وليلة للمخرج الفرنسي فيليب دو وبوروكا، وسلسلة الأناجيل